كيدوز بالي ديما واش بصح باقي كاين فرق بين الحياة الشخصية وبين المحتوى الرقمي، ولا أننا مستعدين أن نعرضوا أسرار ديالنا ديال الدار فوق الطبلة وباش غير نجيبوا لي فيو، ولا باش نحققوا المشاهدات ونطلعوا في الطوندونس. وفي المغرب ولينا كنعيشوا واحد الظرفية غريبة، الناس كيديروا الروتين اليومي، الناس كيصور مشاكلهم الزوجية لايف، والناس كتشجع الفضائح. وفي دابوس لايف في القناة ديالي كنحلوا هاد الظاهرة من الزاوية ديال الأعماق، واش حنا قدام حرية شخصية ولا قدام إفلاس قيمي مغلف بالغلاف ديال الماركتينغ. أما الناحية القانونية والاجتماعية، الخصوصية هي حق مقدس، ولكن فاش كتحول حياتك لسلعة كتنزل على هذا الحق بالإرادة ديالك. المشكل ماشي غير في اللي كيصور، المشكل حتى في اللي كيتفرج وكيشجع هذا النوع ديال المحتوى السهل. واش بصح هذا الشيء اللي هو اللي بغينا نوريوه الأجيال المقبلة اللي جاية؟ الأرقام كتمشي وتجي، ولكن الكرامة الرقمية إلا مشات ما كترجعش. واش انت مع الحرية ديال المحتوى بلا حدود، ولا خاص يكون عندنا فلتر قيمي قبل ما نريكورديو، او لا نصيبو شي فيديو؟